يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. أنا حابة أشكركم على دعمكم لينا وعلى متابعتكم، وحبيت أعرفكم كمان إني بقرأ تعليقاتكم وبشكركم على كلامكم الحلو اللي بيدينا دافع نكمل. إحنا آخر فترة شدينا وبقينا نكثف فيديوهات، وعايزينكم تشدوا معانا بقى علشان نكبر القناة ونوصلها ل100,000 متابع. فما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ. الفيلم بيبدأ مع أسرة صغيرة وهم قاعدين بيتعشوا، وبنتهم تايلر بتحكي عن يومها في المدرسة كان عامل إزاي. ووقتها بيوصل شخص بره البيت، بيدخل الاسطبل وبيكون معاه جاروف وبيحفر في الأرض، وشكله بيدور على حاجة بس بيفشل ومش بيلاقي اللي بيدور عليه، وبيخبط الجاروف على الأرض. فالصوت بيسمع في البيت، وآن الأم بتسأل إيه اللي بيحصل. جوزها كريس بيطمنها وبيقول لها ممكن تكوني المعزة، وبيقوم علشان يشوف اللي بيحصل وبياخد معاه البندقية. وأنا مستغربة إنه واخد البندقية علشان خاطر المعزة، وبتحس إن في حاجة مش مظبوطة، بس هو بيقول لها ما تقلقش وبيروح على الاسطبل. ولما بيدخل الحرامي بيطلع عليه سكينة وبياخد منه البندقية. وأنا لما بتلاقي جوزها اتأخر فبتروح وراه علشان تشوفه، بتنده عليه لكن الحرامي كان هيضربها بالنار، بس كريس بيمنعه وبيضربوا بعض. وأنا بتقول لبنتها تكلم الشرطة، بس الحرامي بيضرب جوزها بالنار وبيهرب. أنا بتروح لجوزها بتلاقيه مات، وبتنهار هي وبنتها. بتعدي 2 على وفاة كريس، وتايلر هي اللي بتعمل كل شغل المزرعة والاسطبل. وبنشوفها وهي بتراعي الخيل وبتديله حقن علشان تساعده على النوم. وبنسمع في الأخبار عن عاصفة جديدة، وبيحذروا الناس إن محدش يخرج من بيته، ويخزنوا الأكل والشرب اللي يكفيهم لحد ما العاصفة تنتهي. أنا بتكون واقفة في المطبخ والسباكة بتبوظ منها، فبتجري على تايلر وبتنده عليها. وهنا بنعرف إن أنا بعد الحادثة ما بقتش تخرج بره البيت علشان بقى عندها حالة نفسية. وبنشوفها بتفتح الباب وضربات قلبها بتزيد، مش بتقدر تتمالك أعصابها وبتقع على الأرض، وبتنده على بنتها. تايلر بتجري تلحقها وبتطمن عليها وبتسندها علشان تدخلها البيت. ولما بتدخل البيت أعصابها بتهدى شوية، وبنتها بتقول لها إنها لازم تروح لدكتور. أنا بتقول لها إنها كويسة، ولما بتاخد البرشام هترتاح. وبتعرف بنتها إن هما معهمش فلوس علشان يصلحوا السباكة، وهيجيبوا حق المعالج النفسي منين. وبتقول لها مع الوقت هتكون كويسة. تايلر بتكون حزينة على مامتها. وبعدها بنشوف شخص على الطريق السريع مستني أي عربية معدية علشان يركب معاها. وأخيرا في عربية بتعدي، وصاحب العربية بيوقفله وبياخده على سكته. ولسه على التلفزيون بيحذروا من العاصفة القادمة لأنها هتكون شديدة وغير مسبوقة. تايلر وقتها بتستعد إنها تخرج علشان تجيب الحاجات اللي هيحتاجوا ليها الفترة اللي جاية. ومامتها بتديها البريد بتاع جارهم فرانسيس اللي وصل لهم بالغلط علشان تديهوله. وفعلا تايلر بتروح لجارها وهو بيدخلها وبيديها صورة ليها مع أبوها وأمها كان هو اللي مصورها، وبيعرفها إنه اشترى راديو للاسلكي جديد ممكن يحتاجوه وقت العاصفة، وإنه كمان هيسيب لها الباب الخلفي مفتوح لو حصل حالة طارئة ووقت العاصفة وحبت تدخل البيت. تايلر بتشكره وبتروح للماركت، وهناك بتقابل حبيبها بليك وبيسألها هتعمل إيه في موضوع الكلية. بتعرفه إنها مش هتقدر تسيب مامتها لوحدها، وبتعرفه إنها تتصل بيه بعد العاصفة. بنشوف بعدها جثة الراجل صاحب العربية اللي ركب ريان في الغابة، وبنعرف إن ريان قتله وسرق العربية بتاعته. تايلر بترجع البيت وبتفرجها على الصورة اللي خدتها من فرانسيس، وبعدها بتطلع علشان تعلق الصورة في برواز وبتحطها بدل صورة أبوها مع صاحبه. لما بتفتح البرواز بتلاقي فيه خريطة الاسطبل بتاعهم وفي مكان متعلم عليه، فبتروح تايلر على هناك وبتبدأ تحفر مكان العلامة. بتكتشف شنطة فيها فلوس كتير ومسدس. بتتصل بصاحبها وبيروح لها وبتعرفه على اللي لقيته، وبيعرفوا إن أبوها مات بسبب الفلوس دي، وبتكون شاكة إن أبوها حرامي وسرق الفلوس دي، ومش بيكونوا عارفين يعملوا إيه في الفلوس دي. بيرجعوها مكانها وبيردموا عليها، وبيرجعوا على البيت وأنا بتكون نايمة. وتايلر بتطلع أوضتها، وبليك بيعرفها إن هما لازم يبلغوا الشرطة لأن ممكن حد يرجع ويكون عايز الفلوس دي. تايلر بتعرفه إنها ممكن تاخد الفلوس دي وتساعد بيها مامتها ويخرجوا بره البيت، وبتكون عايزة وقت تفكر هيعملوا إيه ومحتاجة تكلم مامتها وتعرفها. بتبدأ العاصفة وريان بيروح عند بيت آنا وبيخبط عليها. آنا بتصحى وبتنده على بنتها علشان تفتح لأنها بتخاف تفتح وتخرج بره البيت، لكن آنا مش بترضى تنزل تفتح. وريان بيكون لسه عند الباب بيخبط، وآنا بتسأل مين وعايز إيه. بيعرفها باسمه وبيقول لها إنه كان راجع لأسرته، البنزين خلص منه في السكة ومحتاج مساعدة.
وبيقول لهم لو عندهم بنزين زيادة ممكن يشتريه منهم. أنا بتطلع لبنتها وبتعرفها إن في شخص على الباب عايز بنزين، وتايلر بتقول لها إن هما ما عندهمش وتقول له يمشي من هنا. أنا بتنزل له وبتعرفه إن ما عندهمش بنزين زيادة ويشوف عند جارهم، بيعرفها إنه لسه جاي من عند جارهم وما عندهوش، وبيطلب منها يدخل يعمل مكالمة من عندها علشان تليفونه فصل. أنا مش بترضى تدخله وبتديله ورقة وقلم علشان يكتب النمرة وهي هتتصل، وبتقفل الباب بسرعة. بترجع تاخد النمرة وبتدخل تتصل والرقم مش بيرد وبتعرفه بكده. تايلر بتنزل لمامتها وأنا بتعرفها إن هما لو سابوا الراجل بره من غير مساعدة ممكن يموت بسبب العاصفة. تايلر بتقول لها هتكلم شاحنة تيجي تاخده، بس لما بتتصل بيعرفوها إن هما مش هيقدروا يوصلوا بسبب العاصفة. تايلر بتعرفه إن هما مش هيقدروا يساعدوه وبتطلب منه يبعد عن هنا، وهو لازقة مش راضي يمشي وعايز يدخل البيت بأي طريقة، وبيقول لتايلر يدخلوه لحد ما العاصفة تخلص أو ممكن يقعد في الاسطبل لو خايفين يدخلوه البيت. أنا بتعجبها الفكرة وبتقوله يروح على هناك رغم اعتراض بنتها، وهو ما بيصدق وبيروح على هناك. وبتقول لبنتها إن العاصفة قوية والشخص ده محتاج مساعدة، لكن بنتها مش مطمنة وبتسيبها وبتطلع أوضتها. لما بتطلع بتعرف بليك إن أمها سمحت لشخص غريب يدخل الاسطبل، وطبعا الاتنين بيخافوا إن الشخص يكتشف الفلوس اللي مستخبية، وبليك بيقول لها إنه هياخده بعيد ويجيب له بنزين ويمشيه، لكن تايلر خايفة يكون الشخص ده جاي عشان الفلوس أصلا ويكون خطير. بليك بيعرفها إنه مش هيكون مطمن عليهم طول ما الراجل ده هنا. تايلر بتاخد البندقية وبتروح هي وبليك على هناك، وريان بيكون هناك بيدور على الفلوس، ولما بيشوفهم بيعمل نفسه بيدور على مكان يقعد فيه. تايلر بترفع عليه البندقية وبتسأله عايز ايه، بيعرفها انه محتاج شوية بنزين ومكان آمن علشان العاصفة، فبتقوله يروح مع بليك وهناك هيلاقي بنزين، وفعلا بليك بياخده وبيروح على الماركت. تايلر بتدخل البيت ومعاها البندقية، ومامتها بتستغرب علشان كانت مفكراها في أوضتها، فالبنت بتعرفها إنها كانت في الاسطبل والبندقية علشان تحمي نفسها، بس معرفتهاش باللي حصل. وبره البيت العاصفة بتكون شديدة وريان بيجر نايم مع بليك، بيتعرف عليه وبيقوله إنه صعب يمشي بالعربية في الجو ده، وبيكون عايز يرجع للبيت وبيطلب منهم يدخلوه لحد ما العاصفة تخلص، لكن بليك طبعا بيرفض إنه يعمل كده. بيدخلوا الماركت وبيديله شوية بنزين، وريان بيعرفوا إن دول مش هيكفوه لحد البنزينة. بليك بيدخل يدور على بنزين جنب المولد، فريان عايز يضربه ويخلص منه، بس بيرجع في كلامه لما بيعرف إن مفيش بنزين وبيقوله يلا نرجع على البيت من تاني. بليك بيتصل بصاحبته بيعرفها إن هما ملقوش بنزين كفاية والعاصفة بتزيد بره، وهي بتضطر تقول لأمها على اللي عملوه علشان بليك يدخل البيت معاهم، وريان هيفضل في عربيته. فمامتها بتتضايق علشان كذبت عليها لكن بتوافق. وقتها الشرطة بتكون بتدور على ريان علشان قتل صاحب العربية، وبيلاقوا العربية وريان بينزل منها وبيستخبى، والمأمور بيبلغ زمايله إنه لقى العربية لكن ملقاش حد جواها، وإنه هيروح يسأل الجيران لو حد شافه. المأمور بيخبط على بيت آنا لكن تايلر مش بترضى تفتح له لحد ما المأمور بيزهق وبيمشي، وبليك بيقول لها إنها غلطانة وكان لازم تفتح له وتعرف هو كان جاي ليه. بعدها هما التلاتة بيتعشوا وريان بيقطع كلامهم وبيخبط عليهم من تاني، وبيقول لهم إن كان في العربية لكن الشبابيك علقت والعربية غرقت وهو مبلول ومتجمد. مامتها على نياتها فبيصعب عليها وعايزة تفتح له. تايلر مش راضية لكن مامتها بتمشي كلامها وبتخلي بنتها تفتح الباب، وأخيرا ريان بيعمل اللي عايزه وبيدخل البيت، وأنا بتعرفه إنه ممكن يستنى لحد ما العاصفة تخلص، وبيعرف إن السباكة بتاعتهم بايظة وبيقول لهم هيصلحها، وأنا بتخلي بنتها تساعده، وتايلر طبعا مش بتكون طايقاه. وبعدها بتتكلم مع بليك وبتعرفه إن هما لحد دلوقتي ما يعرفوش مين اللي قتل أبوها، وبتشك في أي حد عشان كده مش مرتاحة ريان في البيت. وقتها العاصفة بتكسر الباب بتاع البيت وأنا بتخاف، لكن ريان بيساعدها وبيقفل لها الباب بالمسامير، وبعدها بيروح يستحمى وبيغير هدومه. وتايلر بتستغل الفرصة وبتروح تفتش في الهدوم بتاعته، بتلاقي ورقة فيها العنوان بتاع بيتهم، وبتعرف بليك باللي لقيته، وطبعا بيستغربوا ليه معاه العنوان بتاعهم. تايلر بتقوله إنها أخدت المفاتيح بتاعته وهتروح تدور في عربيته. أنا بتطلع أوضتها تريح شوية، وريان بيستغل الفرصة وبينزل البدروم يدور على أي حاجة توصله لطريق الفلوس.
وقتها تايلر وصاحبها بيتسحبوا علشان يطلعوا للعربية، وهناك بيلاقوا العربية فيها بنزين وشغالة وما فيهاش أي مشاكل. فكده تايلر شكها فيه بيزيد أكتر، وبترجع على البيت وبتاخد البندقية وبترفعها على ريان وبتسأله هو مين وعايز إيه. فبيقولها إن هو جاوبها قبل كده. أمها بتسمعهم وبتنزل جري وبتعرفوا إن هم عرفوا إن العربية مش عطلانة وإن فيها بنزين، والعنوان بتاعهم لقوه معاه في هدومه، وبتقوله يتكلم أحسن ما تموته. فبيقولها تنزل سلاحها علشان يعرفوا يتكلموا، وبيقرب منها فبتديله بظهر البندقية وبتزعق فيه علشان ما يتحركش، وبتخليه يدخل البدروم وبتقفل الباب عليه، وبتقوله يخليه هنا لحد ما يقول لهم عايز منهم ايه. وبتعرف امها ان هو كذاب، لكن مش بتجيب لها سيرة عن موضوع الفلوس. وقتها مامتها بتجيلها الحالة بتاعتها ومش بتكون قادرة تاخد نفسها، وبتروح تايلر علشان تجيب لها البرشام، وبتاخد البرشام وبتهدى شوية. تايلر بتعرف بليك انها تستنى العاصفة تهدى وهتاخد مامتها والفلوس وتهرب لأي حتة. وقتها ريان بيكسر الباب وبيطلع لهم من البدروم، وبيمسك بليك وبيرفع عليه السكينة، وأخيرا بيظهر بوشه الإجرامي وبيبان على حقيقته، وبياخد البندقية وكان هيضرب بليك، وأنا بتهجم عليه بتضربه. تايلر بتطلع بره البيت وبتهرب، وبتروح على بيت جارهم من الباب الخلفي زي ما قال لها، وريان وراها وبيقتحم البيت. وتايلر لما بتدخل بتلاقي جارهم مقتول وسايح في دمه، وبنعرف ان ريان المجرم هو اللي قتله، وبيكون في البيت بيدور عليها. تايلر بتشغل اللاسلكي وبتطلب الطوارئ، وبتعرفوا ان في راجل مسلح اقتحم بيتهم، وبتسمع صوت ريان فبتستخبى. وقتها في القسم بيبلغوا المأمور بانه يرجع لبيت انا، وجاله بلاغ ان في حد مسلح اقتحم البيت، والمأمور بيلف وبيرجع ليهم، وريان بيدخل لتايلر ومسكها وكان هيضربها، وبليك بيجري عليه وبيزقه وبياخد صاحبته وبيجري، لكن المجرم بيضرب بليك بالرصاص في رجله وبيمسك تايلر وبيخليها تفقد الوعي. بعدها بتفوق بتلاقي نفسها مربوطة هي ومامتها في البدروم، وبتكون عايزة تفك نفسها وتهرب. مامتها بتعرفها حتى لو فكوا نفسهم الباب مقفول وبره فيه عاصفة مش عارفين يروحوا على فين. تايلر أخيرا بتعترف لمامتها إنها لقت شنطة مليانة فلوس في الاسطبل، وأكيد ريان بيدور عليها، وبتقول لها إن الشنطة بتاعت أبوها وأكيد كان سارقها، وهي مش عارفة ريان ده شريك أبوها وجاي ياخد الفلوس ولا ده مين. مامتها بتتضايق علشان كانت عارفة كل ده وساكتة. تايلر بتعرفها إنها ما قالتلهاش عن الفلوس عشان كانت عارفة إنها تسلمهم للشرطة، بالرغم من إن الفلوس دي هتحل مشاكلهم. مامتها بتعرفها إن الفلوس دي سبب كل مشاكلهم دلوقتي، وبتقول لها يدوا الفلوس لريان ويسيبوه يمشي بدل ما يقتلهم. تايلر بتعرفها إنه هيقتلهم في الحالتين، وإنه سايبهم لحد دلوقتي علشان لسه ما لقاش الفلوس. أنا بتطلب من بنتها تعرفها مكان الفلوس، فالبنت بتقول لها بس بتحذرها ما تقولش لريان علشان ما يعملش فيهم حاجة. وقتها بيسمعوا صوت حد بيفتح الباب، وبيكون المأمور، وبيعرفهم إنه مشط البيت وما لقاش حد فوق. بيعرفوه إن ممكن يكون في الاسطبل، وبيبدأ يفكهم، لكن ريان بينزل وبيضرب المأمور بيقتله، وبيتكلم بصراحة وبيعرفهم إنه بيدور على الفلوس. تايلر بتقوله إنها كانت عارفة إنه موجود في البيت علشان كده، وبتسأله لو كان هو اللي قتل باباها. بيعرفها إن مش هو اللي قتله، لكن يعرف مين اللي عمل كده، وإنه كان في السجن وزميله في الزنزانة اسمه جيري، وجيري كان عنده الكانسر، وقبل ما يموت حكاله عن السرقة اللي عملها مع كريس أبوها، وإن كريس كان رافض يديله الفلوس لجيري وكان عايز يرجع الفلوس للشرطة، علشان كده جيري ضربه، لكن موته كانت حادثة. وبيسألهم فين الفلوس وبيرفع عليهم السلاح، ووقتها أنا بتفقد أعصابها وحالتها بتجيلها ومش قادرة تاخد نفسها. تايلر بتقوله إن مامتها محتاجة علاجها، فبياخدها علشان يديها البرشام وبتهدى، وبتفضل تتكلم مع ريان علشان تلهيه شوية. تايلر وقتها بتقدر إنها تفك نفسها وبتطلع من الشباك وبتجري تروح على الاسطبل. وقتها أنا بتقول لريان إنها تديله الفلوس، بس يوعدها إنه مش هيأذي حد منهم ويسيبهم في حالهم. فبيتعصب عشان كل ده كانت بتمثل إنها ما تعرفش مكان الفلوس، وبيرفع عليها البندقية. وتايلر بتدخل البيت وبتحقن ريان بالحقنة اللي بتديها للحصنة، وعايزة مامتها تهرب بره البيت، وطبعا أنا بتخاف تخرج بره بسبب حالتها. فبيطلعوا على فوق، لكن ريان بيطلع وراهم وبيضرب أنا، وكان هيضرب تايلر. أنا بتديله بإزازة في وشه وبتاخد بنتها وبتهرب، وبنتها بتقول لها إنها لازم تطلع بره البيت، لكن أنا رافضة وعلشان خايفة. ريان بينزل لهم بس مدروغ بسبب الحقنة، وبيسألهم على الفلوس يا إما هيقتلهم. أنا بتقوله إن الفلوس مدفونة في الاسطبل، وريان بياخد تايلر لهناك علشان تعرفوا السكة. وطبعا أنا يا عيني مش قادرة تخرج وراهم، وبتقعد على الأرض علشان تتمالك أعصابها.
وريان بيخلي تايلر تحفر علشان تطلع الفلوس، وهي بتطلع الشنطة بتاخد المسدس وبتضربه بالنار. أنا بتسمع صوت ضرب النار، بتخاف على بنتها وبتنسى خوفها وبتجري على بره وبتروح على الاسطبل. تايلر وقتها بتجري من ريان وبتطلع فوق وهو وراها مش سايبها، تفتح الباب وبترمي شنطة الفلوس، وريان بيلحقها وكان هيقتلها، لكن أمها بتيجي وبتنقذ بنتها وبتقتل ريان وبتخلص من شره. وبعد العاصفة بنعرف إن بليك بخير، وأنا أخيرا بقت قادرة تخرج من البيت، وبياخدوا الفلوس وهينقلوا المكان تاني يعيشوا فيه. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.